اقتنص الترجي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقية رغم التعادل أمام شبيبة القبائل الجزائري 1-1 مساء البارحة على ملعب حماد العقربي برادس في إياب ربع نهائي البطولة. واستفاد الترجي في فوزه خارج الأرض الأسبوع الماضي من الجزائر 1-0 ليضرب الموعد مع الأهلي المصري في نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقية. بدأ الشوط الأول بضغط كبير من لاعب الترجي وكاد الفريق أن يخطف هدف الأسبقية وبرأسية عن طريق بن حمودة، لكن أبعدها الدفاع الجزائري. وفي الدقيقة الثالثة جاءت المحاولة الأكثر خطورة من ركنية رائعة قبلها معتز الزدام براسية قوية بعدها الحارس بصعوبة، وأهدر الزدام كذلك لاعب الترجي فرصة محققة للتسجيل واضحة، لكنه تسرع كثيرا بالتسديد لتخرج ضعيفة بجوار القائم الأيمن. في الدقيقة 28 أنقذ عبد الرحمن المجاد الحارس شبيبة القبائل مرماه من هدف محقق بعد التسديدة المباغتة من صابر بوغرين بعمل فردي داخل 18 أبعدها الحارس ببراعة إلى ركنية. وحاول اللاعب الأحمر والأصفر اقتناص هدف التقدم في محاولات أمام مرمى الشبيبة لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي. وتسببت أعمال شغب من مشجعي الترجي والأمن في تأخير انطلاق الشوط الثاني، حيث أثناء فترة الراحة بين الشوطين حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب، مما دفع الحكم بتأخير انطلاق الشوط الثاني وحفاظا على أرواح اللاعبين. وبدأ الشوط الثاني بالفعل بعد تأخر أكثر من نصف ساعة عن انطلاقه الرسمي واستقرار الأوضاع بالملعب. يفتتح محمد علي بن رمضان التسجيل للترجي وفي الدقيقة 49 وهدأ رتم المقابلة بشكل كبير بعد الهدف، ولم يحدث الفريق الجزائري أي ردة فعل، وهذا تسبب في حالة تراخي لدى أصحاب الأرض. أما في الدقيقة 85 نجح البديل ريجيم في اقتناص هدف التعديل للضيوف. اشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة وكاد الشبيب أن يعاقب الترجي في اللحظة الأخيرة لولا استفاقة الدفاع والحارس معز بن شريفية، ولينتهي اللقاء بعد احتساب 6 دقائق وقت بدل ضائع. هذا وبعد شغب جماهير الترجي والأمن بين شوطي مباراة شبيبة القبائل، ينتظر أن يسلط الاتحاد الإفريقي عقوبة الويكلو ل4 مقابلات كاملة، فيما سيتم تسليط غرامة مالية كبيرة جدا وقد تفوق $100,000، وتبقى مسألة نقل المباراة حتى خارج تونس غير مؤكدة.